إنها مواجهة مثيرة. ساعة العالم ستتوقف عن الدوران لمشاهدة المباراة. حقا إنه حدث مهم، وكل لاعب يرغب أن يكون طرفا فيه. كل الناس منذ شهر لا حديث لهم غير عن هذه المواجهة. لقد كنت محظوظا في المشاركة ببعض فصولها. في الحقيقة هنالك مباريات تسبق الكلاسيكو، مما يجبرك على عدم التفكير في هذه المواجهة فقط. بمجرد الحديث عن الكلاسيكو يقشعر بدني. تعجز الحروف عن وصف هذه المشاعر. أنا فخور بأن أكون جزءا من هذه المباراة. هنالك الكثير من الناس تنتابهم رغبة في الشعور بما يحس به اللاعبون. إنه شعور لا يوصف. إنه الإحساس بأن الحركة تتوقف في كافة أرجاء العالم لمشاهدتك. إنه شعور لا يشترى بأي ثمن. عندما جئت إلى هنا لاحظت أن كل الناس يتحدثون عن هذه المباراة، وعندما أتيحت لي فرصة المشاركة بها شعرت وقتها بأنني أصبحت لاعبا حقيقيا لريال مدريد وجزءا من التاريخ. عندها تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية من أصدقائي ليستفسروا عن طبيعة هذه المباراة والأحاسيس التي انتابتني. لقد كان الحظ حليفنا في تلك المواجهة. يبدو أن المشاعر كانت هناك تسيطر علي وقتها. إنها الإثارة بعينها، أمر يعجز اللسان عن وصفه. عندما تلاحظ وجوه المشجعين وهم يشاهدون المباراة يبدو إليك من أول وهلة وكأنهم في حالة صادمة. نفس الشيء ينطبق على غالبية الناس الذي يشاهدونه من خلال التلفاز. أكثر مباريات الكلاسيكو التي تحضرني الآن هي تلك التي فزنا فيها في الكامب نو بهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو. في تلك المباراة كنا نلعب بنقصان عددي، ورغم ذلك حققنا الفوز. أعتقد بأنه أكثر كلاسيكو حضورا في ذهني. اللعب في الكامب نو أمر في غاية الصعوبة. نحن ندرك بأن برشلونة لديه فريقا جيدا، مما يجبرنا على مضاعفة الجهد والاستحواذ على الكرة، وذلك مما ساهم في تحقيقنا للتعادل. بالفعل لقد أدينا مباراة جيدة استطعنا من خلالها تنفيذ توجيهات المدرب. رغم ذلك لا أعتقد بأن نتيجتها كانت بمثابة الضربة القاصمة، فقد قمنا بأداء واجبنا وهو الأهم. أنا أشعر بسعادة كبيرة، ليس لأنه صديقا لي فحسب، بل أيضا تقاسمي معه لغرفة الملابس، فضلا عن شرف تبادل التمريرات معه. إنه شعور سيظل يلازمني طوال حياتي. الكثيرون ليس لديهم وعي الآن بأهمية هذه الشراكة، إلا أننا وبكل تأكيد تتذكرها بحنين كبير بعد مرور 10 أو 20 سنة من الآن. أعتقد أن هذه الصداقة تأتي من نابع وجودنا مع بعض عبر 7 أو 8 أعوام الماضية. فمن خلال الحصص التدريبية والمباريات أصبح من السهل معرفة أين يطلب الكرة، كما أنه أيضا عرف أين أفضل الكرة، وأن هذه الوحدة تعززت بمرور الوقت. لا أعرف إن كان هذا الأمر طيبا أو سيئا بالنسبة له، إلا أن الأمور جرت لصالحه ولم تغير منه شيئا. فهو دائما ما يتحلى بالهدوء ولا يتحدث كثيرا، فقط يتحدث كلما دعت الحاجة الفريق إلى ذلك. أنا شخصيا لا أراه هادئا كما يبدو، فهنالك بعض المباريات التي يغضب فيها قليلا، بيد أن مباراة الكلاسيكو يمكن أن يحدث فيها أي شيء.
نحن الآن بحالة جيدة وندرك بأن المشوار ما زال طويلا وسنخوضه بهذه الحالة الجيدة. بداية المباراة القادمة والمهمة، بيد أن كل المباريات هي مواجهات مهمة بالنسبة لنا، ولكن هذه المباراة تكتسب أهمية أكبر لأنها أمام خصم مباشر ونحن مستعدون لها. تأتي هذه المباراة ونحن في حالة جيدة ولدينا آمال كبيرة في إهداء الفرحة لجماهيرنا. نحن الآن في أفضل حالاتنا، لقد فزنا في مباراتنا الأخيرة بفضل العمل الجماعي لزملائنا الذين لم يمنحوا الفرصة للمشاركة المتواصلة، ولكن رغم ذلك خرجوا وقدموا كل ما لديهم، مما كان له أثر كبير في حصد العلامة الكاملة.